كيفاش تستغل العطلة الصيفية ديالك وشنو الحوايج اللي تقدر دير ولا تتعلم في هذا الوقت كامل اللي عندك خاوي. كلنا عارفين باللي العطلة كيكون عندك وقت بزاف خاوي وما يمكنش تبقى جالس ما دير والو فيه. واخيب بلان هو انه توصل للدخول المدرسي وتدور تشوف شنو درتي في العطلة وتلقى راسك ما درتي والو وضيعتي هذاك الوقت كامل اللي كان عندك غير في الدوران والتسركيل، وعاد تبقى تقول مع راسك تما كون غادرت وكون غتعلمت. داكشي علاش زير راسك من دابا قبل ما يفوت الحال وتندم. وانا في هذا الفيديو غادي نحاول نعاونك تستثمر هذا الوقت كامل اللي عندك قبل ما يضيع، وغادي نعطيك شي حوايج اللي يما غادي يعاونوك باش تطور الشخصيه ديالك ولا في المصروف ديالك ولا قرايتك. المهم ما غتبقاش انت هو ديال العام اللي فات. وكتكون اول حاجه هي تهلا في صحتك، او بمعنى اخر الصحه ديالك. كدري او بنت خاصك ضروري ما خاصكش تكون كتمشي لاصال، حيت لاصال غادي يعاونك في بزاف ديال الحوايج، منهم ان الحوايج غيوليو يجيو قدك، انت اللي غادي تولي تلبس الحوايج ماشي هما اللي غادي يلبسوك، والجسم ديالك غادي يولي سبورتيف، وغادي اللعيبه هذه غتولي تبان احسن من 70% ديال الدراري. وفاش كتكون كتمشي لاصال ماشي كتريني غير الكور ديالك، لا كتريني حتى العقل ديالك. كيولي عندك واحد ديسيبلين واللي هو الاساسي الا كنتي باغي تنجح في حياتك، وبزاف ديال الحوايج اخرين من غير هادشي. وثاني حاجه اللي تقدر ديرها هي انك تتعلم شي لغه، وهذه واحد الحاجه اللي انا براسي كنديرها دابا، حيت دابا 2022 ولا من هنا الاعوام الجايه 2030 2035 وما كانش عندك اللغه الانجليزيه غانسى فرص الشغل او اي فرصه بغيتيها، خاصه في عالم الانترنت. ضروري ما خاص تكون عندك لونجلي، حيت اي حاجه بغيتي تتعلمها خاصك لونجلي. مثلا بغيتي الديزاين غتلقى شي كورس بلونجلي وبزاف ديال الحوايج اخرين. بالعكس الا كانوا عندك اللغات ما عمرك غادي تحنسر، حيت اللغات كيحلوا بزاف ديال البيبان قدام وجهك. وخلي لي في التعليقات الا بغيتي نقاد شي فيديو على كيفاش تتعلم اللغه والطرق باش كنتعلم حتى انني نشاركهم معاكم، وغادي نكون ليك متشاكر. وثالث حاجه هي انك تعلم شي مهاره اللي غادي تخليك تخدم في العمل الحر. ما كاين ما احسن من هاد الوقيته باش تختار شي مجال ولا شي مهاره باش تتعلمها. تقدر تتعلم المونتاج وتيديتي للناس الفيديوهات ديالهم بواحد الثمن معين، ولا تقدر تتعلم الديزاين ولا فوتوشوب وتخدم في العمل الحر. واي حاجه طاحت لك في بالك كتلقاها في يوتيوب، غالي كنتي انت ما باغيش تتعلم ولا ما عرفتيش شي حاجه ولا ما قدرتيش عليها، فعرف بلي الخطا منك، حيت كاينين شي كورسات كيشرحوا داك الشيء بتدقيق من ا حتى زد. ورابع حاجه هي تقرا المواد اللي عندك العام الجاي. الا بغيتي تبدا العام الدراسي ديالك وانت متفوق على الناس الاخرين اللي معاك، راه خاصك تبدا من دابا. وانا ما كنقولكش بلي خاصك تبقى قصار عليها النهار كامل، طبعا لا، ساعه ولا ساعتين كافيه باش تقرا داكشي اللي غيكون عندك السنه الدراسيه المقبله. انا عارف بلي بزاف ديالكم كان مقاتل العام كامل وكان كيتسنى غير هاد الوقيته د الصيف باش يرتاح ويسافر، ولكن ماشي هكا، الصيف ما كيدوش كامل زهو راحه، ضروري ما تركز على راسك وداكشي اللي تابعك شويه. وخامس حاجه واحسن حاجه اللي تقدر ديرها وهي انك تقرا الكتوبه. ما تصورش الفرق شحال كيكون باين ما بين واحد كيقرا الكتوبه وواحد لا. ما كيهمش اي نوع من الكتوبه غادي تقرا، المهم هو تقرا. والا ما كانش عندك فلوس باش تشري كتوبه، عطا الله سيت ويبس فين تشارجيهم بي دي اف، خاصك غا تقلب. والقرايه ديال الكتوبه غادي تعاونك بزاف في حياتك، حيت الشي بعض المرات كتلقى فيهم شي حوايج وشي معلومات مستحيل انك تلقاهم في الانترنت ولا في شي بلاصه اخرى. وكانوا هادو هما احسن الحوايج اللي تقدر دير في العطله الصيفيه ديالك. نتمنى يكون عجبك الفيديو، وخلي لي معك في التعليقات شنو تبغي تشوف في الفيديوهات الجايين. شكرا لك.